من الندوة الشهرية بالصالون الثقافي بنقابة الأطباء بالإسكندرية لتكريم الأستاذ محمد عز الدين حامد، وهو أحد الأسرى المسلمين والحاصل على موت امتياز من الطبقة الأولى، والذي شارك في أكثر من حرب دفاعا عن سيناء العزيزة. يرأس الندوة ويديرها دكتور خالد البوهي رئيس الصالون الثقافي بنقابة الأطباء بالإسكندرية. دكتور خالد، أهلا بحضرتك. اهلا، صباح الخير. يعني فكرة عن هذه الندوة. والله هذه الندوة يعني احنا في الصالون الثقافي بنحاول دائما ان احنا نطور يعني من انفسنا. احنا كان دايما المعهود ان احنا بنستضيف واحد من الشعراء سواء من الاسكندرية او القاهرة او الاقاليم ونكرمه ونسمع قصة الشعراء يعني. وانا يعني النهارده احنا بنحاول ان احنا نستضيف شاعر ولكن من طراز اخر، شاعر يعني كتب بجهده وبدمائه وبعرقه اجمل قصيدة شعرية من اجل الدفاع عن تراث هذا الوطن. الاستاذ محمد عز الدين حامد راجل احنا النهارده بنستضيفه من ابطال الدفاع عن الوطن سيناء الحبيبة. يعني هل يعني لهذا الاختيار يعني مغزى معين او هذا التوقيت له مغزى معين؟ هو طبعا احنا في ظل الهزيمة النفسية، احنا الشباب بتاعنا محبط، والشباب بتاعنا بنحاول نقدم له نموذج طيب. هذا الرجل كان في يوم من الايام شابا جسورا مقداما، لم يكن عسكريا انما مع ذلك شارك في الدفاع عن هذا الوطن. لماذا لا يكون شباب مصر الآن المحبط بمثل هذه الروح العالية في مصر؟ يعني بنستأذن دكتور خالد البوهي رئيس الصالون الثقافي بنقابة الأطباء بالإسكندرية ليكون معنا البطل محمد عز الدين حامد، يعني أحد الأسرى المصريين والحاصل على موت الامتياز من الطبقة الأولى، والذي شارك في أكثر من حرب دفاعا عن سيناء. دكتور خالد، بنشكر حضرتك، ومعنا على الهاتف الآن أستاذ محمد عز الدين حامد. أستاذ محمد، أهلا بحضرتك، صباح الخير. أهلا، صباح النور يا أستاذ أحمد. أستاذ محمد، يعني طبيعة العمل البطولي الذي أثرت أو اعتقلت بسببه. هو العمل اللي يعني ربنا قدر عليه انه بعد النكسة مباشرة انا كنت في القاهرة. بعد ما غادرت الأنصار الشرق كنت في القاهرة. ففي مجموعة يعني ضباط مخابرات من صقور يعني جيشنا، لانه الهزيمة دي يعني او النكسة دي نكسة مش نتيجة ضعف الجند المصري وعدم قدرته القتالية، انما نتيجة يعني باختصار الجند المصري لم يدخل حربا. لم يدخل حرب، لكن ولا باعتبارات هزيمة ولا نكسر الجند المصري، لان الجند المصري ما واجهش العدو الاسرائيلي مباشر. اما لو واجه العدو الاسرائيلي مباشر كان حتما الانتصار موجود زي ما حصل في حرب اكتوبر لما كانت القيادة حكيمة والقيادة كفر في حرب 73. تواتر القيادة الكفر مع الجند المصري الكفر حصل انتصار 73. نعود الى طبيعة عملك بقى اثناء فترة الاسرى والاعتقال. كنت في القاهرة بعد الحرب مباشرة. ففي يعني بعض رجال قواتنا المسلحة من في المخابرات الحربية خرجوا متطوعين للرجوع والعودة الى سيناء للقيام بعمل بدائي استخباراتي ضد العدو. فالحقيقة انا ومجموعة كنت من اوائل المتطوعين في العمل ده، وفعلا نفذنا تدريب عسكري قوي وشاق، ورجعنا سيناء في يعني في 13 يوليو ليلة 14 يوليو 67 ودخلنا سيناء. ويعني الحمد لله ربنا قدرنا بالعمل الاستخباراتي تحركات العدو
بعض الأعمال القتالية في طريق الأنطرة شرق العريش. طبعا مساعدة بعض جنودنا من القوات المسلحة اللي تخلفوا في أثناء عملية الانسحاب، وكان اليهود احتلوا سيناء. فطبعا بطرقنا اللي تعلمناها عملنا على يعني عودتهم إلى غرب القناة. أستاذ محمد عز الدين حامد أحد الأبطال المصريين الذين شاركوا في الدفاع عن سيناء والمحتفى به في ندوة نقابة الأطباء بالإسكندرية، يعني هل شهدت بعض عمليات القتل المتعمد لبعض الأسرى المصريين في حرب 67؟ والله أنا شاهدت آثار، يعني آثار، وبعض الجنود اللي احنا اشتركنا في انقاذهم وعودتهم الى غرب القناة. هقول شخصيا عن بعض الاعمال السيئة اللي عملتها القوات العدو مع الاسرى المصريين. يعني اخذت شهادة بعض الافراد. يعني من ضمن المناظر، وفي منظر انا شفت بعيني، لان انا كنت اثناء دخولي سينا كنت يعني موجود في منطقة بئر العبد شرق طريق القنطرة. فكان في بعض الاسرى المصريين كنا بنشوفهم عن بعد، مسكوهم العدو الاسرائيلي وكانوا بطحوهم على الارض، وخلوا الطائرة الهليكوبتر تسحقهم سحق بالعجل بتاعها، عند تهبط على ظهورهم وتسحقهم سحق. يعني نتمنى ان تصل كل هذه الشهادات الى الجهات المختصة لكي يكون الدليل دامغا على همجية العدوان الاسرائيلي. لكن انا بعود مع الاستاذ محمد عز الدين حامد، يعني احد الابطال المشاركين في حرب 67 والذي قام باعمال البطولية والحصل على موت الامتياز من الطبقة الاولى. يعني ما هي الرسالة التي ستقولها غدا في هذه الندوة لشباب الحضور في هذه الندوة؟ والله الرسالة اللي هعلق فيها اولا زي ما قلت حضرتك انه نكسة 67 اول حاجة مش نتيجة ضعف المقاتل والجندي المصري، انما نتيجة القيادة، ودي حاجة معروفة ممثلة في يعني التاريخ سوف يعني اكون مباشر معاك عبد الحكيم عادل. يعني التاريخ سوف يعطي كل ذي حق حقه. يعني انما مش نتيجة 67 نتيجة ضعف المقاتل والجندي المصري. معروف المقاتل والجندي المصري هو يعني من خير عباد الارض، وزي ما قلت حضرتك انه لما توفرت القيادة العظيمة في عصر الرئيس السادات، الجندي المصري انتصر وهزمنا العدو في وضح النهار كمان في معركة نوعية. يعني بنتوجه بالشكر والتقدير للاستاذ محمد عز الدين حامد، احد الابطال المصريين الذين شاركوا في الدفاع عن سيناء في اكثر من حرب والحصل على موت الامتياز من الطبقة الاولى، والمكرم والمحتفى به في ندوة نقابة الاطباء بالاسكندرية غدا باذن الله. ونتمنى التوفيق والنجاح لحضرتك، وشكرا وصباح الخير. صباح النور.